28/7/2011 فندق إليت FC الساعة 8 موعدكم مع هذه الحفلة الجماهيرية. مدري أنا حدا مدري القمر طار وماريدا بالينا مسكين الممثلة تصدقين يعني بالينا بلوى وبلا بلا وبلاوي كل المحب مبتلي ليش؟ ما هذا مثل ما نقول هذا هو نتيجة الحب يعني مو كله دائما شيء زين يعني اكيد لازم يكون نوع من شو يقول؟ هاي يا بلاي جيجا فوق النخل فوق أغنية جميلة رائعة وكثر ما تقدم كثر ما تصير أحلى وأحلى وأحلى لكن أيضا هالأغنية توعد ولا توفي أبد هذا الوعد طير وعد أخاف بلاقي لك أحد درت البلد ولقيت لك محل هذه لها موضوع خاص في حياتك هذه أنا أحس بهالشيء ليش؟ ما ادري احس وايد تحبينها ليش؟ كلهم الحقيقة بس هذه كانت تحدي بالنسبة لي يعني لا كأغنية سويتها في وقت اخترتها لوحدي وسويتها لوحدي كانت أول أغنية أنا أنتجها بنفسي يعني كان إنتاجي الخاص أنا صورتها يعني وحاولت أصورها بإنتاج حلو يعني فاشتغلت عليها من قلبي يعني. يمكن إذا نتكلم عن الطبقة اللي غنيتي فيها هذه الأغنية تختلف عن شاعلها في فرق. هذه الطبقة أحسها أنها هي أجمل وتناسبك أكثر. أنت إيش تحسين فيها؟ شوف هي على حسب كل أغنية يعني كل أغنية تحتاج طبقة معينة في أغاني أغنيهم طبقة جدا يعني واطية يعني قرار وبعد يعني يطلعون حلوين جدا بس أغاني خليجية أحس أكثر محتاجين لطبقات عالية حتى توصل لأن فيها إيقاعات قوية فعشان كده على الخليجي عشان كده هذه أروح السعودية شوي. بالنسبة حق فنانين الخليج من تحبين تسمعين أكثر شيء؟ تاركني وانا ما تبي بالله هذا المقطع جيت مجاملة بمعاملة انك علي مرسل تاركني وانا ما تعتذر بالله هذا السلوك ان جيت مجاملة بمعاملة انك علي مرسل أقدر أخير أبعد بعيدة جوابا على سؤالك أي توش متذكرتها هذه يلا هواية في فنانين حقيقة ما عندي فنان واحد أحب أسمعه بس أحب أسمع الجسمي أحب أسمع لماجد أي هواية فنانين حقيقة. تصدقين يعني بدون شيء دخلت على حسين الجسمي يعني ضحكت يعني ما أدري ليش على طول طلعت على حسين الجسمي. أنا أحب عنده واحدة اسمها مغربية على راية عرفتها؟ أي واحدة؟ من ألبومه اللي فات
وبحر الشوق بعد احبها عندك، بحر الشوق. هي عندك انا اتذكر اي وحده مغربيه كانت عن تظلم واعتقد. راي ها؟ شنو هذه؟ شنو هذه؟ مو بهذه، مو بهذه الاغنيه. هي راي اي وحده؟ نوره اي وحده؟ لا ولا هذه. يلا جمهور نبي نعرف اي وحده. ايه عرفتها. يلا نبي نعرف اي وحده. انت كافي؟ لا ما انت كافي. لا من القديمين. نبي مساعده، اي اغنيه؟ وكان وصلت هم المنتجين من الالبوم. فهمت. شوفي الجهاز الكيبورد اللي يمك هناك، ضغطي على F5 خلينا نشوف الجمهور يساعدنا. حلو. انت كافي وانت بزيادة عليا، ثورتك ما تلتفت علينا حاج، ايش ابي اكثر مدامك انت ليا، انت كافي وما ابي غيرك ابد، انت كافي وانت بزيادة عليا، ثورتك ما تلتفت علينا حاج، ايش ابي اكثر مدامك انت ليا، انت كافي وما ابي غيرك ابد، انت كافي وانت بزيادة عليا، ثورتك ما تلتفت علينا حاج، ايش ابي اكثر مدامك انت ليا. نبي مساعدة، بحد ساعدنا. صار كلهم يعرفونها مو بس انا ترى. من الاشياء الجميلة اللي تغنيتي فيها مع هالفنان كاظم، تعامله راقي جدا، فنان بمعنى الكلمة، من اختياراته لكلماته لألحانه. لما تسمع كثير دويتوهات، تكلمنا من ساعة، من تبي نغني معه؟ من يمكن يسمعك اليوم نسوي لك اغنية معه. يلا نسوي اغنية معه. اي صدق والله اي فنان. والله اقسم بالله ما عندي مثلا اسم فنان ببالي، يعني كاظم احب، ماجد، جسمي، كلهم اصدقائي يعني احبهم، و همي يعني يكون في اكو تعاون. راشد، ماجد اكيد كلهم يعني. جلسات وناس ايش رايك فيها؟ حلوه، واني طبعا هالجلسات اللي سويتهم اخر جلسات يعني الحقيقه ساعدوني هوايه في شغلي، ولاقوا نجاح جميل جدا يعني. ما كنا متوقعين، لا اني يعني الاداره، والحمد لله يعني مبسوطه فيهم. حلو. الله هذه يا قلبي شفت انت اخرها، هذا اللي جالك تنكرها، راح يا قلبي عليك تعيش تعيش وتحقرها، يا قلبي شفت انت اخرها، هذا اللي جالك منكرها، راح يا قلبي عليك تعيش تعيش وتحقرها.
روحي ما نعرفش خاطي منها نمشي نشوف ما نتكلمش وخايف عليها روحي ما نعرفش خاطي منها نمشي نشوف ما نتكلمش وخايف عليها شفت انت هذا اللي جالي راح تلقى بالي نعيش بخيرها قلبي شفت انت اخرنا هذا اللي جالي من كرها راح تلقى بالي نعيش بخيرها حدث من 93.3 مع شذا حسون مع مرسى 177888277. شوفي بينك وبيننا على طول بتسألينا ما شفتك طول السهرة ما شالت عنك عينة شوفي بينك وبيننا على طول بتسألينا ما شفتك طول السهرة ما شالت عنك عينة القصة عم تشغل بالي تفضل جاوب على سؤالي شوفي بينك وبيننا على طول بتسألينا ما شفتك طول السهرة ما شالت عنك عينة شوفي بينك وبيننا على طول بتسألينا ما شفتك طول السهرة ما شالت عنك ما اشوفك الا مشغول عني كل دقيقة بتضلك تحت وتقول نظراتك بريئة انت تصدق لو ما كان بعيونك مضيق بس القصة انك انت منك ابدا هين شوفي بدك شوفي بينك وبين شوفي بينك ما شفتك طول شوفي بينك وبين ما شفتك طول ما شالت عنك عينة شوفي بينك وبين على طول بتسأل وين مستمرين معكم مستمعينا عبر أثير 93.3 لما الساعة تفيدة ويسألني كم الساعة وياخدها جاني بحجة الساعة لما الساعة تفيدة ويسألني كم الساعة الكلمات في كم الساعة بسم الله. سلطان المجلي. اوكي شو اللي رقبت فيها الأغنية؟ الساعة. الساعة. ما كان عندي ساعة. أي ماركة كانت؟ بعد هالأغنية جت لي 20 ساعة. يعني احنا سمعت موضوع الساعة هذه يعني من قبل. أكيد تقولين حاجة مستمعين. تفضل. إنه حقيقة يعني بعد هالأغنية وفي لأني إذا أقول ما معي ساعة فبعدها جاني هواية هدايا ساعة. المرة الجاية حسوي على الدايموند يعني. على الدايموند. وما جلع بسوي أغنية على السيارة. طلع درة ثاني وبين كذا بهتاه وعجبني ويهواني وما جلع علشاني ما حسن عذر ثاني وبين كذا بهتاه. بكرة شو مجهزة من أغاني خليجية حق الحفلة؟
طبعا كل الاغاني اللي مالتي اللي سويتها، وعد عرقوب، ساعة، شاعلها، الاغاني اللي طبعا انا نسيتشينا، كل اغاني فوق النخل اللي سمعناهم، واكو هواية ان شاء الله اشياء مفاجأة راح اخليها حتى الناس تجي وتستمتع فيها. نتكلم عن الفرقة اللي رايح ترافقك في هذه الحفلة. فرقة أحبها هواية ودائما تشتغل وياي، هي فرقة من البحرين. كل الشباب من البحرين واستمتع في شغلهم وبروفيشنال، وهسه يعني بعدكم دغري راح نسوي بروفا الليلة بالفندق اللي حنسوي فيه باكر الحفلة. فإن شاء الله يا رب أتمنى إنه تكون حفلة حلوة وناجحة والناس تحبها يعني. حلو، الحفلة إن شاء الله بتكون ناجحة، وأكيد كل من بيروح على الحفلة بيستمتع فيها. داخلين على شهر رمضان، وبعد رمضان هناك موسم الحفلات بيكون بالعيد وبعد العيد. في بلان حق العيد ولا لحد الحين؟ هسه إيه، في حفلة إن شاء الله أول أيام العيد في دبي، في مع الفنانين وائل كفوري وأيمن زبيب، في فندق ها؟ اي خلي غششونا، ما علي نسمع. بستان روتانا. بستان روتانا، حلو في دبي. حلو. وبعدها عندي هواية إن شاء الله، عندي قطر، عندي جاية إن شاء الله لحفلتين بقطر، بس حفلات خاصة يعني عراس يعني في دولة قطر، وأكيد حيكون عندي لقاءات هناك وكل شيء. ويعني هسه ننظم ان شاء الله، ممكن يكون في حفله ثانيه في العيد راح احكي لكم عنها اول ما تتاكد. طبعا احنا ناخذ منك وعد دائما اخبارك تكون موجوده معنا على اثير 93.3، وانت مرحب فيك طول السنه كل يوم، يعني انا انسحب ودخلين انت. الله يسلمك. بالعكس سعيد جدا اليوم معك في هالرحله اللي قضينا فيها وقت معك، وتشرفنا اليوم بلقائنا معك. شذا في ختام هالجلسة السريعة ايش تهدين مستمعينا؟ هذا يوم حبي وسلامي هذا الكلام، هذه كلها، هذه ما عليه، هذه ما عارفينها. نبي نسمع شيء حلو. أديهم أغنية تعبر عني بشكل جدا كبير. الله. أنا لمسيت شينا. هونا ما ندري. إذا هذه مرة نسمع. أنا لمسيتينا، ردت على أنا لمسيتينا، ما أدري تشوفونها ايش قاعد تسوي؟ هذه شيء تحسون، هذه حقيقة ممتعة. سوالفها مشوقة. جسمنا حلو